لو فتحت يوتيوب او فيسبوك او اي منصة سوشيال ميديا هتلاقي ناس كتير جدا بتعلمك ازاي تحافظ على العلاقة، ازاي تخليها تحبك، 5 طرق تصالح بيها مراتك، كتالوج الستات، كله عمال يديك كورسات في الدخول في العلاقات، بس محدش فكر يدينا كورس في الخروج منها. كأن البشرية كلها متفقة على حاجة واحدة بس، إن أي علاقة لازم تكمل. لكن عمري تقريبا ما شفت حد عامل فيديو عنوانه إزاي تسيب الشخص اللي أنت مرتبط بيه، وده غريب شوية. لأن الحقيقة إن الدخول في العلاقة مهم، بس الخروج منها أحيانا بيكون أهم بكتير. مش هتلاقي حد يقولك لو العلاقة دي بقت بتأذيك، أو لو صحيت في يوم لقيت نفسك ما بقتش قادر تكمل، تسيب إزاي؟ عشان كده تعالى أقولك على الكتالوج السريع للخلعان الشيك. أول نصيحة هي الاختفاء المفاجئ. اقفل تليفونك واعمل نفسك ميت، وهي مع الوقت هتفهم لوحدها. أو الحل التاني، الكليشيه الأعظم في تاريخ البشرية، أنت تستاهلي حد أحسن مني، أو أنا ما بخلفش. بس الحقيقة مفيش حاجة اسمها خلعان شيك، ومفيش فركشة من غير وجع. الكلام اللي فات ده ينفع في الأفلام والميمز، بس في الحقيقة قرار إنك تسيب شخص ارتبطت بيه هو واحد من أصعب القرارات اللي أنت ممكن تاخدها في حياتك. الموضوع مش بالسهولة دي، العلاقات مش مفتاح نور بنطفيه في الموضوع يخلص. لما بنقرر نمشي، أنت مش بس بتسيب الطرف التاني، أنت بتسيب جزء من وقتك ومن ذكرياتك ومن نفسك القديمة معاه. الطرف اللي بياخد قرار البعد دايما بيتشاف في دور الشرير، مع ان اوقات كتير الطرف ده بيكون هو اللي اتهلك واستنزف لحد ما بقاش فيه حل يكمل. علماء النفس دايما بيتكلموا عن ان الخروج الامن من العلاقه بيبدا من المواجهه الشجاعه. الهروب او الاختفاء ده مش ذكاء، ده جبن، وبيسيب الطرف التاني عايش في دايره مفرغه من الاسئله اللي ملهاش اجابه. عشان تسيب صح لازم تمتلك الشجاعه انك تقعد وتقول انا ما بقتش قادر اكمل، من غير تشويه في الطرف التاني، ومن غير ما تطلع فيه عيوب الدنيا والاخره عشان تبرر نفسك قرارك. عادي جدا الطرفين يكونوا ناس محترمين وطيبين، بس مش راكبين مع بعض، او مش هينفع يكملوا طريق واحد. افصل بين الشخص والاحتياج. كتير مننا لما بيفكر يسيب حد بيحس انه هيخسر كل حاجه، لكن لو بصيت كويس هتكتشف انك احيانا مش بتعلق بالشخص نفسه، انت متعلق بالونس، بالاهتمام، بالامان، بوجود حد تسمع صوته اخر اليوم. لما تفرق بين الشخص وبين الاحتياج تبدأ تشوف ان الاحتياجات دي ممكن تتشبع بطريقة تانية. قول حياة كاملة، ما تختفيش، ما تتلككش عشان تجبر الطرف التاني هو اللي يمشي. دي طريقة جبانة بتطول الألم على الكل. لو العلاقة انتهت بالنسبة لك واجه الحقيقة، قولها باحترام وبوضوح ومن غير وعود كدابة. ناس كتير بتاخد القرار وبعدين تقعد شهرين تفاوض فيه، طب نجرب مرة أخيرة، طب فرصة أخيرة، طب نبدأ من جديد. وأحيانا بيكونوا مجربين الفرصة الأخيرة دي 50 مرة قبل كده. لو السبب الأساسي للمشكلة لسه موجود فالنتيجة غالبا هتفضل موجودة. أهم حاجة اقطع الجسر اللي هترجع منه. والجانب الأهم والأصعب هو إنك تستحمل أعراض الانسحاب. بعد الفراق الطبيعي إنك تحن وهتفتكر الحاجات الحلوة بس، والوحدة هتهجم عليك. في اللحظة دي ناس كتير بتضعف وترجع، مش عشان بيحبوا بس عشان خايفين من الفراغ. الخروج بجد معناه إنك تقبل الوجع ده وتمر بيه لحد ما ينتهي. زي ما الدخول في العلاقات بيبدأ بذوق، لهفة ووعود، الخروج منها لازم ينتهي بأصل واحترام للمسافة اللي مشيتوها سوا مع بعض. لو خلاص مفيش مفر من البعد، بلاش تسيبوا بيبان مواربة، وبلاش تمشوا وتسيبوا اللي قدامكم مكسور وبيسأل نفسه هو أنا كنت قليل للدرجة دي. امشوا بوضوح، امشوا بشجاعة، عشان يفضل في قلوبكم مكان نضيف ينفع تعيشوا بيه من تاني. أغلب الناس بتقضي جزء كبير من حياتها وهي بتحاول تسيب علاقة عارفة إنها انتهت من زمان. علاقة ما فيهاش احترام، ما فيهاش امان، ما فيهاش تقدير، ما فيهاش مستقبل، او ببساطه بقت بتوجع اكتر ما بتسعد، ومع ذلك الناس بتفضل موجوده. السؤال هنا طب ليه شخص مقتنع ان العلاقه دي غلط ولسه مكمل فيها؟ في ناس بالنسبه لها فكره انها تعيش لوحدها مخيفه اكتر من فكره انها تعيش في علاقه تعيسه، فتختار الالم المعروف على الالم المجهول. على الاقل الالم المعروف عارفه شكله، عارفه الخناقه جايه امتى، وعارفه الخذلان جاي منين. لكن الوحده أرض مجهولة، والعقل البشري بطبيعته بيخاف من المجهول. وأحيانا إحنا بنتعلق بالوقت والمجهود اللي استثمرناه في العلاقة. بعد 2 أو 5 أو 10 بيبدأ عقلنا يقول معقول أسيب كل ده؟ معقول العمر ده كله يضيع؟ فنفضل مكملين، مش لأن المستقبل مبشر، لكن لأن الماضي اتدفع فيه ثمن غالي قوي، وكأننا بنحاول نرجع الوقت اللي راح. مع ان الحقيقه المؤلمه ان الوقت اللي راح خلاص راح، وان الاستمرار في علاقه مؤذيه مش هيعوض السنين اللي فاتت، هو بس هيضيف سنين جديده للخساره. وفي ناس ثالثه مش متعلقه بالشخص اصلا، متعلقه بنسخه كانت موجوده زمان، او نسخه متخيله لسه ما ظهرتش، عايشين على امل انه يتغير، يبطل يكذب، يبطل يهمل، يبطل يأذي، يبطل يهرب، يبقى الشخص اللي كانوا مستنيينه. فتلاقي العلاقه كلها قايمه على شخص مش موجود اصلا، شخص متخيل. وكل ما الواقع يقول حاجة الأمل يقول حاجة تانية خالص. وفي ناس بتكمل بسبب إحساسها بالذنب، مش لأنها عايزة تكمل، لكن لأنها مش عايزة تبقى الطرف اللي نهى العلاقة، فتفضل قاعدة ساكتة مترددة وخايفة. مع إن أحيانا أكبر ظلم ممكن تعمله الإنسان إنك تفضل معاه وإنت من جواك خلاص مشيت.
وفي ناس كمان بتخلط بين الحب والتعلق، تفتكر ان طالما لسه بتحب يبقى لازم تفضل، مع ان الحب لوحده عمره ما كان كفايه. ممكن تحب شخص جدا وفي نفس الوقت تكون العلاقه دي بتدمرك، وممكن تحب شخص جدا ومع ذلك يكون استمرار العلاقه غلط. طيب نفترض انك اقتنعت ان العلاقه دي لازم تنتهي. في ناس بتقعد شهور وسنين مستنيه دليل اكبر، رغم ان الملف كله مليان ادله اصلا. كل يوم يقول طب استنى شويه، طب يمكن المره دي، طب يمكن انا فاهم غلط. لكن الحقيقه ان المشكله غالبا مش نقص معلومات، المشكله انك مش عايز تواجه النتيجه. ما تستناش يا صديقي اللحظه المثاليه، مفيش يوم هتصحى فيه الصبح تلاقي نفسك جاهز 100%، مفيش صفاره تقول لك مبروك دلوقتي تقدر تنفصل. اللحظه دي مش بتيجي. اغلب الناس بتمشي وهي لسه بتحب، وبتمشي وهي لسه خايفه، وبتمشي وهي لسه متردده، لكنها بتمشي لان وجع الاستمرار بقى اكبر بكتير من وجع الرحيل. لان اصعب جزء في الانفصال مش لحظه الانفصال نفسها، اصعب جزء بيبدا بعدها، بعد يوم، اسبوع، شهر، لما تشتاق وتحن، لما تفتكر الذكريات الحلوه. بس العقل عنده عاده غريبه قوي، بيعمل مونتاج للذكريات كلها، يشيل الاهانات، يشيل الخناقات، يشيل الليالي اللي كنت بتنام فيها مكسور، ويحتفظ بس بالمشاهد الجميله. فتبدا تحس انك ارتكبت اكبر غلطه في حياتك. وعشان كده لازم تفتكر دايما سبب قرارك، مش اسوأ يوم في العلاقه ولا احلى يوم فيها، لكن الصورة كاملة. واسمح لنفسك تحزن، لأن الحزن طبيعي، وانت مش بتفقد شخص بس، انت بتفقد روتين وعادات وأماكن وأحلام ومستقبل كنت متخيله معاه. فطبيعي تحزن، لكن ما تفهمش الحزن ده على انه إشارة ان قرارك غلط. الحزن معناه ان الشيء كان مهم، مش معناه ان الرجوع ليه صح. وفي الآخر عايز اقول لك حاجة يمكن تكون أصعب جملة في الفيديو كله. الناس فاكرة ان أصعب كلمة في العلاقات هي بحبك، لكن الحقيقة إن أصعب جملة ممكن يقولها إنسان هي أنا بحبك، لكن وجودنا مع بعض بقى بيأذينا أكتر ما بيفيدنا. لأن في اللحظة دي الإنسان مش بيودع الشخص اللي قدامه بس، هو بيودع مستقبل كامل كان متخيله، بيودع البيت اللي كان نفسه يعيش فيه، والحياة اللي كان نفسه يوصل لها، والنسخة اللي كان متخيل إن هيبقى عليها. وعشان كده الرحيل بيكون مؤلم، مش لأنك فقدت شخص بس، لأنك فقدت حياة كاملة كنت متخيل إنها تحصل. ومع ذلك أحيانا أكتر قرار مؤلم في حياتك بيكون هو نفس القرار اللي بينقذك. لأن الشجاعة الحقيقية مش إنك تفضل متمسك بحاجة للأبد، الشجاعة الحقيقية إنك تعرف إمتى تتمسك وإمتى تعترف إن بعض الأبواب مش محتاجة محاولة جديدة، هي محتاجة شجاعة إنك تقفلها وتمشي. وأنا جاي عشان أقول لك